هو جيشنا قادر وبيجيبها، هي بدها وقت، يعني فترة وقت بسيطة بإذن الله، يعني إن كترت طالت شهر بيجيبها، وبيجيب مو بس حلب، حلب وإدلب وحما وأريافة كلها بيجيبها بإذن الله. ونحن عنا عقيدة بجيشنا، والله يقوي الجيش ويحميه، والله يقوي أهلنا بحلب ويحميهم ويساعدهم ويشد بأزرهم، ونحن دائما واقفين معهم سواء حلب ولا حما. هلا باذن الله هن معنوياتهم قويه، وان شاء الله بيضلوا بمعنويات القويه، ونحن واقفين مع حلب. نحن اهلنا واخواتنا هن حلب، وكلياتنا مع حلب، كبار وصغار، شيوخ كلياتها مع حلب، واهل دمشق مع حلب، وكلياتنا نحن اولاد سوريا بالاخر يعني. وباذن الله النصر قريب. هلا نحن كاهالينا بحلب، هلا انا اهلي بحلب على فكره، منهم طلعوا منهم ما بدهم يطلعوا. ليش؟ لانه عرفانين نحن الجيش العربي السوري ثقتنا فيه كثير عاليه وكثير قويه، ونحن يعني صحيح بنقضي مراحل صعبه وظروف صعبه، بس نحن بنفس الوقت كلياتنا قلوبنا معهم، وهي كلها مده قصيره وبينتهي كل شيء، وبترجع الامور مثل ما كانت، ولا حدا يطلع يخاف يفكر انه في مشاكل او في شيء. لا بالعكس، يعني الامور الحمد لله جيده، وفي تقدم، ما في تراجع، في تقدم الحمد لله، بس بدها شويه وقت. نحن بيهمنا اهالينا، عم نضل نحن من دار الموضوع، والجيش العربي السوري بنفس الوقت عم بيحافظ على هذا الموضوع. انا بحب وجه رساله لاهل حلب ولاهل المناطق اللي فات عليها المسلحين والارهاب، انه نحن طول ما نحن على حق تمام بفضل الله، الله بينصرنا، وجيشنا قادر انه يكون معنا ويسندنا. وبدنا أول شيء قوة الإيمان وانتمائنا لأرضنا، أول شيء محبتنا لأرضنا، دفاعنا عن وطننا. أي مواطن يعني عنده انتماء للأرض، قد ما طلع قد ما تغرب مرجوعه لهالأرض. أنا الأرض هي أمي، هي أهلي، هي دنيتي، هي أساسي وأصلي. بتمنى من كل العالم يكون عندها هالقناعة هي. الله يحميهم ويقويهم وينصرهم بجاه لا إله إلا الله، ويقويهم على كل ظالم. الله يدحر كل ظالم من هالبلد. حابة أقول لزملائنا بحلب إنه ما يخافوا، ما يتوتروا، مثل يعني مسألة وقت وكل شيء رح ينحل بإذن الله، طالما عندنا ثقة بالله أول شيء، وثاني شيء بالجيش العربي السوري إنه رح يكون واقف معهم ورح يحرر حلب قريبا. بالنسبة لطلاب الجامعات واللي كانوا بالسكن وطلعوا وتهجروا وكذا، نحن جنبكم وواقفين معكم، وكلنا رح نستقبلكم هون أكيد يعني، والله يحميكم ويبعد عنكم كل أذى. بدي أقول لزملائي وأصدقائي طلاب بحلب إنه نحن كلنا إيد وحدة ومعهم، وأكيد رح نوقف معهم بهذا المصاب، وبتمنى يخلوا ثقتهم كبيرة بالجيش العربي السوري. وأكيد إذا سواء إجوا لهون نحن أكيد رح نستقبلهم ونكون إيد وحدة معهم، ونساعدهم ونساندهم سواء بجامعتهم أو بسكنهم أو بأي شيء بيحتاجوه، نحن معهم. وبدي أقول لهم لا تخافوا، هي مسألة وقت إن شاء الله وكل شيء رح ينحل.